ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض يا بنات سمك الصياديه، وكمان هنعمل مع بعض رز الصياديه على الطريقه الدمياطي. اكله سمك الصياديه دي يا بنات اكله مشهوره جدا في بورسعيد وفي دمياط. وطبعا كل واحد بيختلف في الطريقه، بس الطريقه دي الصحيحه على الطريقه الدمياطي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنكون معانا 3 حبات بصل متوسط الحجم. وهتبدأي ان انتي هنا يا بنات انا بفضل ان انا افرم البصل كده فرمة بسيطة في الكبة. طبعا هقول لكم ليه. كملوا الفيديو كده ان شاء الله واعملوا الطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم. هنا احنا بننزل بالبصل بنص كمية البصل. انا هنا نزلت بنص كمية البصل عشان اعمل معاكم السمك الصيادية، وسيبنا النص التاني هنعمل بيه ان شاء الله الرز. اول حاجة هنا انا نزلت بالبصل في الزيت، هنبدأ ان احنا نكرمله. وده اللون المفضل يا بنات اللي تاكلي منه احلى شوربة صيادية. اللون المكرمل كده، اللي هو المايل على البني، طبعا ما يكونش محروق قوي عشان ما يمررش معاك الشوربة. وهتبدأي ان انت تنزلي بمعيار الشوربة بتاعك بمية. وهتبدأي ان انت ان شاء الله كده هنقول مع بعض البهارات دي طبعا يا بنات في يختلف كتير جدا، في ناس بتفضل بهارات كتير وتحطها. انا هنا بفضل في الشوربة احط ملح وفلفل. وتبدأ ان احنا هنا لما الشوربة تغلي هبدأ ان انا انزل بورق لورا وفص من الحبهان وواحدة مستكة. طبعا هنا ده بيطعم الشوربة معاكي، في ناس بتختلف جدا ان هي بتحطش في الشوربة دي اي حاجة غير قرفة وبهارات سمك، بس انا بفضل الطريقة دي بتخلي معاكي الشوربة حلوة قوي. وممكن يا بنات تزودوا برضو معلقة صغيرة من الكمون زي اللي انا حطيتها دي، بتضيع اي زفارة خالص في الشوربة. وهنا ده معانا سمك بلطي حجمه مش كبير، حجمه وسط، وهنزل بيه بعد ما الشوربة غليت. وهنا يا بنات انا بشيل الورق اللورا ده بعد ما الشوربة تغلي 10 دقايق كده، بصفيه بنشيله منها علشان ما يمررش معاك الشوربة. وكده احنا خلصنا السمك. هنسيبه بقى يستوي وهنبدأ ان احنا نعمل مع بعض الرز. هنزل ببقية كمية البصل اللي احنا فرمناها، الدنيا فرمة في الكبة. وهنبدأ ان احنا نديله برضو التشويحة لنفس لون البصل للشوربة. لازم يا بنات تخلوا ايديكوا دايما في البصلة عشان ما تحرقش منكم او توحد منكم، وتبدأي ان انت تديها اللون المطلوب. وهتاكلي احلى رز الصيادية بالطريقة ديت. هنا تبدأي ان انت تسيبيه كده يتكرمل معاكي وياخد نفس اللون اللي احنا عملناه في الشوربة. ولما ياخد اللون المطلوب هننزل يا بنات بالرز طبعا مغسول بتاعنا. هنا انا ضفت البهارات تتحمص كده مع البصلة، بتدي طعم وريحة حلوة قوي في الرز. هنا انا حطيت البهارات ملح وفلفل وكمون، هديهم تشويحة كده. وهنزل بالرز طبعا مغسول بتاعنا، رز مصري. ممكن يا بنات تضيفوا في الرز بهارات سمك، بس انا مكانش متاح عندي، حطيت البهارات دي بس. وهنزل كده بالرز بتاعنا نديله تشويحة برضو في البصلة كده. وهي طبعا يا بنات كل واحد له طريقة، بس انا عايزة اقول لكم ان طريقة السمك والرز دي طريقة حلوة قوي وطريقة اصيلة عن دمياط. هتعملي احلى اكلة في اقل من ساعة بتكوني عملتي احلى سفرة واكلة لذيذة. ولو وصلت لحد هنا يا بنات ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك كده لو لقناتي لو انت لسه مش مشتركة. واتمنى الفيديو يكون كده خفيف ويعجبكم يا بنات، وتكون النهاردة الوصفة بتاعتنا عجبتكم وتكون لذيذة كده. وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم بألف هنا وشفا على كل اللي يعمل الوصفة ديت ويجربها.
وبكده يا بنات نكون خلصنا الفيديو بتاعنا وخلصنا الغدا بتاعنا ما شاء الله في اقل من ساعة بتكوني جهزت احلى سفرة. وهنا ده الرز بتاعنا خلاص كده، هنسيبه بس يستوي شوية على النار. وهنا يا بنات نكون خلصنا الغدا، السمك الصيادية على الطريقة الدمياطي، وهتاكلي احلى شوربة. هنا يا بنات بقى انا اقول لكم، انا ما فرمتش البصلة، ما سبتش البصلة ليه، انا بحبها تكون باينة كده في الشوربة، فمش بفضل ان انا افرمها بعد ما بتتحمر، بس بفرمها قبل عشان اسيبها في الشوربة، بتدي كده سمك للشوربة، بتبقى لذيذة قوي. وبكده يا بنات نكون خلصنا غدا في اقل مجهود وفي اقل وقت، وتكوني عملتي أكلة لذيذة بالطريقة دي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك يا بنات وتشيروا كده الفيديو لأصحابكم، والعرايسنا اللي لسه مبتدئين كده ومش بيعرفوا يعملوا الأكلات دي أتمنى يكون عجبكم بإذن الله.